بس يكون عندك أمن وقضاء كله بيمشي. أمن وقضاء بيجيبوا اقتصاد، أمن وقضاء بيبنوا ثقة بالاستثمارات. فنحن حبينا أنتم تكونوا أول جسم قضائي بنلتقى فيه. صحيح، يعني أنا صحيح أقسمت على الحفاظ على الدستور، بس أنتم كمان بدكم تساعدوني. ما في قضاء وما في أمن ما في بلد. أكيد نحن بنشد على إيدكم، ومشروع استقلالية القضاء وقانون استقلالية القضاء أكيد لازم نمشي فيه. أكيد الهدف الأساسي بنرد أولادنا، واللي هون ما نخليهم يفلوا، وإذا طلعوا يرجعوا ويكون عندهم تعلق بأرضه. هذا كل الهدف تبعنا نحن. ما هدفي أعمل سياسي، هدفي أعمل دولة، وفي فرق كبير بين رجل السياسي ورجل الدولة. وتنبني هالدولة ما فينا نبنيها لحال، بدنا نبنيها بتضافر جهود كل الأطياف المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتمع القضائي والمجتمع الروحي، وإلا حق علينا مش حق على الآخرين. يعني هيدي مهمتنا والله يقدرنا. المركز منه مركز فخري، مركز مسؤولية. يعني حضرتكم بسدة المسؤولية، وبتعرفوا قديش في أعباء على كتافكم، ومنا هيني قاضي تيحكم بدستورية قانون وعدم دستورية القانون على مستواكم، والقضاة على مستوى المحاكم. أهم شغلة يشتغل باستقلالية ويعمل قناعته تجاه المصلحة العامة، مش تجاه مصلحته الشخصية. وصدقوني كله بيمشي. لبنان ما خلي من الثروة البشرية. في لبناني معلق بأرضه، بس نحن واجباتنا نأمن له هالفرصة ليرجع من استقرار سياسي لا استقرار اقتصادي لا استقرار أمني لا استقرار قضائي، بدأ يعيش بكرامته. هيدا الطالب ومش أكتر من هيك، وهيدي واجباتنا ومش صعبة. إذا الإرادة موجودة وتجاه المصلحة العامة ما في شيء صعب. وهلا أول إشارات إيجابية لازم تكون هي تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، وما يعرقلوها تحت زواريب مذهبية وحزبية وطائفية وسياسية ضيقة. يعني هاي الفرصة ما لازم نتركها. لازم نتعالى نترفع عن كل هالصغائر الصغيرة لحتى نقدر نعمل الحكومة لتنطلق.